السلام عليكم الخوت الحباب والعشران. كيف راكم مضخمين 5 ايوا الحمد لله. عارف سموحات على الغبره وغبره واش من غبره غبرت عليكم هذه المره، ولاني جيت وجبت معايا الجديد، حلقه جديده في سلسله مثل وقصه الامثال الشعبيه المغربيه. ولا كنتي اول مره كتسمع هذا الصوت فمرحبا بك في عائلتنا، عائله اكس مجهول اللي وصلات وبفضل الله لأكثر من 1000 أخ وأخت. وقبل ما نبداو القصة وعلى غير هادشي ما غنقول لكم لا لايك لا دوك الأتواش، لكن بغيت نقول لكم واحد الكلام. خوتي بغيت نفكركم جميع ونفكر راسي بقضيتنا، قضية الأمة الإسلامية، قضية خوتنا الفلسطينيين المستضعفين وخوتنا المستضعفين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، اللي كيتعرضوا للمجازر، لجرائم حرب. كيف شفنا جميع مشاهد ديال الشهداء، الجرحى والأبرياء والأطفال الأيتام، هادشي اللي كدم عليه العين. فإن انقطعت السبل فلا تنسوا إخوانكم من صالح الدعاء. أتمنى هاد الكلام يوصل ولو الفئة القليلة من المشاهدين ديالي. يلا الخوت شدوا بلايصكم ونبداو القصة. كان يا مكان حتى كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في هاد الأرض وفي زمان غير هاد الزمان كانت واحد المثلة، والمثلة تنقلات من لسان لسان. وكان حتى كان واحد لاله مولاتي من بنات الخيار، الآداب ورزقها ربي الجمال بحروفه. الحصول كانت الحشمة، داك الزين المسرار. لكن لاله وبرغم زينها تعطل عليها الزواج، ورزقها مازال ما جاش. ومعروف من داك الزمان لهاد الزمان باللي البنت ملي كيطول مقامها في دار والديها كيقوى عليها اللغط والقيل والقال، كتولي حديث المجمع شفايا العديز وضحك العديان. هالبيرة هاك حلت السعد وزيد وزيد كلها وشنو قال. والبنت صابرة محتاسبة أمرها الله، كتسنى تسقم ميمونة ويتقاعد سعدها، وتهز ليها مورفتها رزقها راجل من الرجال. ومشات ايام وجات ايام والحال هو الحال. طال صبر البنت اللي مادة يدها الحنة، كتمنى تفرج ويتبدل الحال. وسبحان مبدل الأحوال اللي صبحها في شان ويمسيها في شان، وهو عظيم الشان. في يوم من الأيام الله طاحت على أم البنت واحد الفكرة كي درهم الحلال، فاقترحت على بنتها ترافقها عند الفقيه، عند فقيه الدوار. وتما سولاتو واش في شرع الله حلال تخطب لبنتها راجل من رجال الخيار. بعد ما دق بابهم حد ما سول في بنتها سوال، فجاوب السي الفقيه على المسألة والبسمة باينة على وجهه. وكان جوابه بشرى وفرج بإذن الله. فخبر الأم باللي حلال، وكيف كيخطبوا الولد يخطبوا البنت. فرجعت الأم لدارها فرحانة ما قدها فرحة، وتخيل راجلها لبنتهم سيد الرجال. داز التعارف وحصل التوافق، ودازت الأيام كيسرب الطير والحمام. وجا نهار العرس اللي داز بالدين والتقاليد تاويل القوام، وتقرات الفاتحة وموراها تسمعات زغريتة العيالات. ووسط فرحة الأهل والحباب جات ساعة الفراق، ورحلت البنت لدار راجلها وزمانها وسط دموعها، دموع الفرحة ودموع فراق الوالدين الله يسمح لينا منه. وهكاك تفك عكس البنت. وكيف كتعرفوا جميع حتى حد فينا ما كيعرف الغيب ولا شنو مخبي ليه القدر من خير وشر. ففرحة البنت في دار راجلها ما كملاتش، وقبل ما تشرق شمس نهار جديد راجلها مات. وفي جنبه المسكينة بكات وبكات، وتقلبات الفرحة المندبة، وعلام الفرح تفركتات، وكتر القيل والقال وكلها وشنو قال. رجعت البنت المسكينة لدار والديها حزينة ومهمومة وسط غميز كلام الناس اللي وصفوها بالزغبية والغراب وكحلة العفطة. ودازت سنين وهي في دار والديها، ولا من دق الباب ولا من سول. وزين البنت مع السنين والهم ولا كيدبل، حتى اليوم اللي قررت فيه الأم وبلا مشاورة أي حد تعاود تخطب لبنتها باش ترجع ليها فرحتها وتسكت الفوام.
وداك الشيء اللي كان. تزوجات عاود البنت براجل من العيان، تبهر بزينها الفتان، وقبل يكون ليها راجل وزمان. ولكن وقبل ما تشرق شمس نهار جديد، كان اللي كان توفى راجل البنت الجديد كيف اللي سبقه، وتقطع الأجال. وكتر على البنت المسكينة اللغط، السب واللعان من الناس الدوار اللي سموها المنحسة وقتالة الرجال، ونساو باللي الموت قدر من الله والموت بأجال. وعلى ذاك الحال رجعت البنت المهمومة لدار والديها، وربي وحده اللي عالم بيها، تشكي وتبكي سعدها وما جرى ليها. ودازت السنين والبنت في دار والديها، ولا من دق الباب ولا من سول فيها، حتى اليوم اللي غيتبدل فيه الحال، وبالضبط في مجمع حديث الرجال. وكلام يجر كلام، تجبد الكلام على البنت المنحسة اللي الراجل اللي تزوجته يتقادى ليه الأجال. وكان في ذاك المجمع الراجل وسيد الرجال، واحد البراني معروف بخيرو وخميرو، سكن غير مؤخرا في هاد الدوار، ومعروف بين السكان باللي حكيم في قراراته، وسمع كل ما تقال من كلام، وحلف حلفة قطعية حتى يدي ديك بنت الحلال، ويبين للناس خطأهم في حقها، وباللي حاشا تكون كيف كيقولوا قتالة الرجال. وداك الشي اللي كان. جا الفراج ودق الراجل الغني باب الدار، حامل ومحمل ناوي الحلال، طالب وراغب في مولات السالف الحياة والجمال، وكيف كنقولوا طاح الحك وصاب غطاه. تفاهم الراجل مع البنت وأهلها، وداك العرس داز على أحسن ما يرام، وحضروا الشيوخ والعيان، وشبعوا رجال ونساء والصبيان. وراحت لالا مولاتي لدار راجلها، وقبل ما تسخن بلاصتها ومقامها سمعت الدقان فحلات. وكان واحد البوهالي، ولا كيف كنقولوا عليه حنا دابا السعاي، كاع كنسعاو الله سبحانه وتعالى. كان داك البوهالي كيطلب خبيزه يسد بيها جوعو، وجغيمه ديال الماء يبلل بيها ريقو ويحيد بيها عطشو. فكر ماتو بنت الجود، وهكا يكونوا بنات الخيار والدول الكبار. ودعا معها البوهالي هي وراجلها بدعوة ليهم ولتريكتهم. وداز الوقت وصبح الصباح، صباح الخير والورد والرباح مع لالا مولاتي وراجلها اللي صبح على أحسن ما يرام. وفاش لالا العروسة قررت تخمل فراشها، لقات الفعة ميتة فيه، فعرفات تما سباب رجالها اللي ماتوا، وكيفاش دعوت البوهالي دفعات بفضل الله عليها ولا راجلها الباس، وتسدوا فم الناس. وقالت قولتها دير النية وبات مع الحية، ومشات حكايتنا من واد الواد، وبقينا حنا سيادي مع ولاد الخيار والجواد. وصلوا على خير العباد صلى الله عليه وسلم. خوت، في الاخر بغيت نقول لكم باللي الزواج قسمه ونصيب، وخلاتها الوالدة اللي في الجبين لازم تشوفوا العين. كان معكم مورا المايك خوكم إكس مجهول. تسناو الجديد وشعارنا الدائم والقادم أحلى إن شاء الله.